أخبار ومعلومات جديدة. فيديو الأب السوري يوسف طه الذي ضرب ابنته. المرأة التي تظهر في الفيديو لحظة ضرب الطفلة هي زوجة يوسف طه الثانية، أما أم الطفلة فهي من طليقته زوجته الأولى. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل قصة الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد معكم توتو FM. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تفاصيل جديدة. المرأة التي تظهر في الفيديو هي زوجة يوسف طه الثانية وليست أم الطفلة، يعني ابنة زوجها. ومن الواضح الذي صور الفيديو فهو شقيق زوجته الثانية، فهنالك إشارة بينهما. ثم بعد ذلك يوسف طه هو من أرسل الفيديو إلى أم الطفلة وهي طليقته للضغط عليها للتنازل عن حقها، وقد طالبت بحضانتها. ويوسف طه انفصل عن زوجته الأولى قبل حادثة ضرب الطفلة بأسبوعين، ولم يسلم الطفلة، وطليقته هي من نشرت الفيديو. وقد تم القبض على يوسف طه يوم الأحد 6 أفريل 2025 بعد حادثة ضرب ابنته بيومين. وهناك أخبار متداولة عن وفاة يوسف طه تحت التعذيب إثر التحقيق. هذا الخبر إلى حد الآن إشاعة. هذا الخبر لم يتم تأكيده لا من الشرطة التركية ولا من أقارب يوسف طه. سنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.